وقبل ما نبدأ فيلمنا تعالوا مع بعضنا نصلي على النبي، وكمان ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وعلشان وجودكم كتير بيفرق معايا فياريت تكونوا مفعلين الجرس علشان اي ملخص جديد انزله يوصل لكم الاشعار على طول. وتعالوا مع بعضنا نشوف الملخص لفيلم حلو قوي جايبه لكم النهارده، حاجة كده بقى فاخر من الاخر. بس علشان تستمتعوا معايا بالملخص الجميل ده فانتوا لازم تكملوا معايا للنهاية. وقبل ما ابدأ فيلمنا احب اقول لكم وحشتوني كتير وبس. وفيلمنا بيبدأ معانا برونيا، وكانت هنا في السوق وعصابة هاري بيخطفوها وبيخدروها بالحقنة دي، وبنحكي الحدوتة من الأول خالص. وده بيكون كريشنا كان في حفلة هنا في القرية وكان لابس حلق وتاج، وأول ما بيشوف رونيا بيقول لها انت جميلة قوي وكمان أنا عايز أتجوزك. وبتقول له ساعتها أنا عندي إن أنا أنتحر وأموت نفسي ولا إني أتجوز واحد زيك بتاع كل البنات. ماله بتاع البنات؟ مش أحسن لما يكون بتاع ولاد؟ وهنا أرجون شبيه كريشنا كان واقف هنا مع جيسي في الأوضة يوم فرحها، وكان بيحاول يقضي معاه وقت كده عاطفي، وبيدخل عليهم هنا خاطبها بيتر. وأرجون بيقول له يا ريت ما تفهمنيش غلط، ده أنا مصمم الفستان ده وكنت بضايقه لها بس. وبينط ساعتها أرجون هنا من الشباك وبعدها بيهرب بالعربية، وبيطلع بيتر هنا وبيجري وراه، بس أرجون ساعتها بيعرف يهرب منه وبيرجع تاني على الحفلة بتاعته وبيغني. وفي نص الحفلة بتروح نانو هنا وبتقف مع أرجون وبتقول له الحق أهلي عايزين يجوزوني، تعالى اطلبني منهم بسرعة. فبيقول لها أرجون ارجع على بيتك واستنيني، وبعدها بيكمل حفلته عادي خالص. وهنا كريشنا كان في البلد وشاف بنت حلوة قوي في القرية وبيعاكسها، فالبنت ساعتها رفعت له هنا الجوز بتاعها، وكان وسط أهل البلد كلهم وكل واحد هنا بيديله كلمة في جنابه لحد ما أم كريشنا هنا بتروح له، وواحد منهم بيقول لها يا اللي معرفتيش تربي. فبيمسك كريشنا في الراجل ده وبيزنقه هنا تحت الشجرة دي وبيقول له اشتمني زي ما انت عايز، لكن لو جيت ناحية أمي أنا هبهدلك. وبالليل بيتكلم كريشنا مع خدمة العملاء في التليفون وبيسأل عن البنت اللي كانت موجودة مكانها، فبتقول له ساعتها جينا كان في واحد بيعاكسها في التليفون فمشيت من الفرح. فبيقول لها ساعتها ما هو أنا اللي كنت بعاكسها، وبيسأل عليها ساعتها لكن هي كمان بتقفل معاه. وبيروح يقعد مع أصحابه هنا وبيسكر بالخمرة وبيقول لهم إنه ما يعرفش ينام غير لما يسمع صوت بنت في التليفون. وبيجي لهم سوني هنا صاحبه وبيقول لكريشنا ان فيرو ابن النايب عاكس اخته واتحرش بيها غصب عنها كمان. ويبقى أرجون ساعتها هنا مع صاحبه في العربية وكان واقف في الإشارة وجنبه هنا موزة في العربية اللي جنبه، فبيبصلها من تحت النضارة علشان يوقعها في حبه. والإشارة ساعتها هنا بتفتح وبيطلع وراه بالعربية، بس بيلاقي عربية الشرطة ساعتها في وشه، فبتنزل منه ظابطة حلوة قوي وكان شعرها أصفر وحاجة كده بقى عسلية مفيش أرق من كده. وبيطلع أرجون ساعتها بيقعد مع صاحبه وبيقول له إن هو أعجب قوي بالظبطة دي، فبيقول له صاحبه أنت ممكن توصل لها عن طريق إنك بتتبرع يعني بفلوس للمؤسسة اللي شغالة فيها. وبينزل أرجون هنا عند صاحبه وبيلاقي بيتر ورجالته ساعتها مستنيينه علشان يعلموا عليه، وبيتر هنا بيسيب الرجالة عليه وبيكون كريشنا بيضرب رجالة فيرو وبيطيرهم هنا على القطن ده. وبعدها مسك هنا فيرو وضربه وطلع بيه الأتوبيس وضربه هنا والأكل والورد وكل حاجة هنا ساعتها وقعت. فقال كريشنا لفيرو ادي الفلوس لصاحب الحاجة، وكان منهم رايا بنوتة زي القمر وبيشوفها كريشنا هنا وبينسى نفسه. وبيبقى أرجون ساعتها في العربية وبتبقى الدنيا عمالة تمطر وبيلاقي في وشه سوبة وبينزل وراه بالشمسية وبيروح هنا يعزف لها على الجيتار ده علشان يلفت نظرها وبيحاول يفتح معاها كلام وبيقول لها انا بردان قوي وعايزة اتدفى، تعالي نشرب قهوة انا وانتي مع بعض. فبتقول له سوبة ساعتها هو انت مجنون ولا ايه؟ على فكرة انا ممكن اكلم لك دلوقتي مستشفى المجانين يجي علشان ياخدوك. وبتروح تركب العربية وكريشنا كان في البلد هنا وقاعد مع اصحابه وبيقول لهم انه مش قادر ينسى رايا البيت بتاعت الاتوبيس لما هي تحكت له. وبتعدي رايا هنا من عليهم وبتطلب من كريشنا يوصلها بالموتوسيكل لواحد، وبيروحوا المجموعة الناس هنا كانت قاعدة في الارض وابنهم كان رايد علشان عضه هنا تعبان. وبتطلب رايا من كريشنا يضرب ابو الولد ده علشان بيتكلم كتير زي ما ضرب ابن النايب. وكريشنا ساعتها بيخلي بق الراجل ده غرقان في دمه وبعدها بياخدها على الموتوسيكل وبيوصلها هنا البيت بتاعها. وهو في السكة بيقابل البنت اللي رفعت الجزمة عليه وبينزل لها ساعتها وبيقول لها ان بنات الاتوبيس احلى منها بكتير. وبيرجع تاني يركب الموتوسيكل وبيوصل رايا لبيتها وبيتفاجئ ان جدها سيراب هو صاحب الارض اللي شغال فيها. وبيروح كريشنا من غيظه هنا يمسك في رقبته وبيغطسه في الميه وبتبقى سوبا واقفه هنا بتصور وبتاخد صوره للطائر
وبتكلم مديرها وبتفرحه ان هي صورت طائر نادر قوي الوجود، وبيجي حرامي وبيسرق شنطتها فبتطلع تجري وراه، فبيشوفها ساعتها ارجون وبراهم وبيطلعوا يجروا وراه لحد ما الحرامي ده بيوصل للميه وبيرفع سكينه عليهم فبيخافوا. وساعتها بتدي سوبا الكاميرا هنا لبراهم وبتروح له هي، وساعتها بتديله حتة دين رجل من تحت الحزام، يلا تستاهل احسن، وبتوقعه على وشه وبتاخد شنطتها هنا. لكن ارجون ساعتها بيعمل نفسه راجل قوي وبيقول لها لا مش كفايه كده عليه، وبيضربه هو كمان، وبيروح براهم هو كمان وبيعمل عليه دكر وبيضربه، بس بيرمي الكاميرا بتاعت سوبا هنا في الميه، فبتزعله ساعتها سوبا وبتقوله بقالي شهرين عايزه اصور الطائر النادر ده، انا ما طلبتش منكم مساعده، انا لو شفتكم تاني هقتلكم. فبيقول لها براهم هتقتلينا علشان الطائر ده اخره ان احنا ناكله في كنتاكي، فبتضربه سوبا هنا بالقلم وبتمشي، وبيكون كريشنا ساعتها هنا في الارض وبيحرسها، وبتروح لرايا وبتقوله ان هي عايزه تعمل مكالمه وان مفيش شبكه خالص في البيت، فبياخدها كريشنا للشجره دي اللي الشباب بيطلعوا فوقيها علشان يلاقوا شبكه ويعملوا مكالمات اللي هم عايزينها، وبعدها بياخدها وبيعرفها على اصحابه وبتسلم عليهم هنا، وبتقول رايا لكريشنا ان هي ما تعرفش حاجه خالص في القريه وعايزاه يعرفها عليها، وبتديله ساعتها رقمها وبيسجله على التليفون، وايده ساعتها كانت عماله بتترعش، وبيطلع ارجون من حمام السباحه، وبراهم ساعتها بيرنله وبيقول له سوبا في الكافيه، وبيروح لها ارجون هنا وبيطلب منها رقم تليفونها، فبتكتب له رقم البوليس هنا، وبيرمي ارجون ساعتها التليفون وبيروح لها وبيقول لها بصي في عيني، ولو شفتي ان انا كداب ما تعرفنيش تاني، وبيروحوا يقعدوا هما الاتنين في الكافيه ده، وبتبص سوبا هنا في عينه وبتقول له شكرا لانك عرفتني قد ايه انت غشاش، وبتسيبه ساعتها وبتقوم وبتمشي، وبيقعد ارجون مع صاحبه هنا وبيقول له انا مش عارف هي بتعاملني كده ليه، انا حاسس ان انا اتخلقت علشانها هي وهي اتخلت علشاني، ليه بتعمل؟ وبتكون روجا هنا عمة سوبا في المعبد ده وقاعده هنا بتلحن وبتغني، وبيروح لها ارجون وبينافقها وبيقول لها انه معجب قوي بصوتها وان هي شبه الموسيقار بيت، وبيروح البيت هنا وروجا بتقول لسوبا ان ارجون ده شاب لطيف قوي وعنده ذوق عالي، وبتسيبها وبتمشي، وسوبا ساعتها بتقول لارجون انا مش عمتي علشان اصدق العيبك، وبتدخل سوبا هنا الاوضه بتاعتها من غيظها وبتحدف الفازه دي في الارض، وبتفضل روجا هنا تلحن وتغني، وبيبقى براهم هنا قاعد وكان هيرجع من كتر صوتها الوحش جدا، وبتكون سوبا هنا واقفه مع ارجون وبتطلب منه يجيب لها دكتور بيطري للكلبه بتاعتها، وبيطلع ارجون هنا وبيلاقي براهم بيركب العربيه بسرعه من صوت روجا ولحنها الوحش قوي، وبيكون كريشنا في القريه ده وراح للدكتور وقال له ساعتها انه كان مع رايا وطلبت منه يفرجها على القريه، ونطوا من على السور ورايا وقعت على دماغها ونزفت، فبيقول له الدكتور ان هو مش هيقدر يجي علشان وراه عمليه وان الجرح بتاع العمليه ده صعب جدا، فكريشنا ساعتها بيخبط راسه في العمود ودماغه دي بتتفتح علشان يوري الدكتور جرح رايا عامل ازاي، وبتفوق رايا ودماغها مربوطه، وبتشوف كريشنا هنا ومتعور، وبتحاول رايا هنا تعالجه وتعالج له الجرح، وجده سيراب هنا بيصحى وبيطب عليهم في الاوضه، وبيكون براهم هنا في المستشفى وجاله غيبوبه، حتى الدكتور ما كانش عارف يعمل له اي حاجه ولا عارف حتى الغيبوبه دي اخرتها ايه، وروشا بتقول لارجون العلاج بالموسيقى هو الحل، فبراهم بيشاور بصباعه لا، بس روشا ما بتسالش فيه، وبتروح تقعد جنبه هنا وبتفضل تلحن وبتغني، فبراهم ساعتها بيفوق وبينده هنا على الدكتور وبيقول له دخلني اداني في غيبوبه، ابوس ايدك وحياة اهلك يا شيخ الغيبوبه عندي احسن من الصوت ده، وبتمشي سوبا هنا من الاوضه دي، وارجون بيطلع وراها وبيطلب منها ان هي تجوزه، بس سوبا ساعتها مش بتصدقه وبتفكر ان هو قال كده لكل بنت عارفها قبل كده وان هو بيضحك عليها، فبيطلب منها ساعتها فرصه وبيقول لها تعالي نقعد انا وانتي في مكان رومانسي، فبتاخده سوبا هنا على الاسم ده، وبتقول للظابط ان هو بيضايقها، وبتقول سوبا لارجون طالما ناوي تعمل اي حاجه علشاني ادخل السجن بقى، فبيقول لها انا مش ورايا شغلانه غيرك وخلاص مش هعرف بنت تانية ابدا، فبيلاقي الظابطه دي بتخبط هنا على كتفه وبتقول له جيت تسلم عليا ولا ايه يا قلبي، وارجون بيبقى واقف هنا في نص هدومه، والظابط ساعتها هنا بيأمر بحبسه، وبيكون كريشنا اتحبس في الزنزانه دي، وجت رايا هنا علشان تطمن عليه وتطلعه،
وبيبقى فيرو ابن النايب مستني كريشنا هنا بره القسم، وكان ناويله هنا على نية سودا، وكان عايز هنا يعلم عليه قصاد القرية كلها. وبتبقى سوبا هنا ماشية مع عمتها روجا وبتقول لها ما تتنازلي بقى عن القضية اللي انت عاملاها. فسوبا ساعتها مش بترضى، وهي ماشية بتلاقي ساعتها صورة هنا الطائر اللي كانت صورته في المجلة دي، فبترن هنا على صاحب المجلة وبتسأله عن الصورة، فبيقول لها المدير أرجون هو اللي جابها لنا وقال لنا ما نعرفكيش، ده بيحبك قوي على فكرة. وبيجي أرجون لسوبا هنا وبتقول له انا تعبت كتير قوي على ما اخدت الصورة دي، وان انا كنت عايزاها علشان اعلي هنا في شغلي، لكن كنت نفسي ده يحصل بتعبي انا، لكن في الاخر اعلى بسببك انت. انا بكرهك يا أرجون، مهما تعمل برضو بكرهك. وبتسيبه ساعتها وبتمشي، وبتبقى راية قاعدة هنا عند الشجرة دي وبتكلم زميلها سادة. وبيجي كريشنا وبتديله التليفون يتعرف على زميلها، وزميلها ساعتها بيهزر وبيقول له فرحي على راية كمان اسبوع وانا عازبك. فبيزعل كريشنا هنا وبيديها التليفون وبيمشي، والدنيا ساعتها بتمطر. وبتطلع راية هنا تجري وراه وبتقوله ما تفهمش غلط يا عبيد، انا بحبك انت. وبتاخده ساعتها بالحضن، وبيشوفهم هنا جده سراب وهو واقف بعيد. وبتروح البيت هنا وسراب بيقول لراية ده محلتوش حاجة، هيتقدم لك ازاي؟ فراية بتقوله ده بيحبني قوي وممكن نضحي بحياته علشاني، وده كفاية لأي بنت، يعني عمري ما عاوزة اكتر من كده. وبتحاول روجا هنا تقنع سوبا بأرجون، بس سوبا ساعتها بتقول لها ان هي هتسافر وهتسيب البلد خالص. تبقى سوبا ماشية في الشارع وبتيجي عصابة هاري هنا وبتخطفها وبتخدرها بحقنة في رقبتها، وبيركبوها الميكروباص وبيخبطوا في عربية ملاكي وهم ماشيين. وبيروح أرجون بيروح يعمل بلاغ هنا ان سوبا اختفت، والظابط كان قاعد على المكتب وبيقول له هو انت مجنون يا ابني؟ الصبح جيت وعملت بلاغ عن واحدة تانية مفقودة، هو انت فاضي يلا؟ وبيهزقوا ساعتها. وبيطلع أرجون وبيبقى واقف مع العسكري بولي، وبيقول له ساعتها اكيد صاحبتك دي عصابة الاتجار بالبشر خطفوها وهيشغلوها في الدعارة. بيروح أرجون وبيوري صورتها للناس اللي ناحية المطار لو حد شافها يعني، لحد ما سواق العربية الملاكي بيقول انا شفتها في الميكروباص اللي خبط عربيتي. وبيروح أرجون وبولي هنا المكتب تأجير الميكروباصات، وبيشوف الميكروباص هنا جنبهم. وبيدخل الموظف هنا بيقول له أرجون هأجر منك 10 عربيات لفرح أختي، بس تقول مين اللي أجر منك الميكروباص ده ورجحهولك من شوية. فبيطلع له الموظف هنا بطاقة الراجل اللي كان مأجر منه الميكروباص، وبيروحوا له ساعتها وبيبقوا قاعدين، والراجل كان سكران وخرمان على الآخر. وساعتها لما بيسألوه بيقول لهم ساعتها إن الرخصة بتاعته بيطلعها للسواقين، بس هو ما بيسوقش، واللي أخد منه الرخصة بتاعته مش عارف اسمه، بس بيجي هنا يسكر عنده كل يوم بالليل. وبيبقى أرجون واقف مع بولي وبيقول ان هم اكيد قاعدين في نادي دعارة وبيعرضوا البنات دولت للدعارة. وبيتخيل أرجون ان سوبا في النادي، البنت بتعرض عليها تشرب خمرة وسوبا ساعتها ما بتوافقش، واول ما بتشوف أرجون في وشها بتشرب الكوباية ورا التانية علشان كانت قرفانة منه. وأرجون وهو بيتحرك بيخبط هنا في ديف، وديف ساعتها هنا بيزعله وبيقول له 50 مرة قلت لك انا معرفش حاجة عن البنت اللي بتدور عليها. وبيطلع أرجون وبولي هنا يجروا وراه، وبيخبط هنا ديف في عربية وبينزل منها كريشنا علشان يضربه، وبيكون ديف مربوط على الكرسي. وبولي بيقول لكريشنا انت وأرجون شبه بعض في الشكل وكمان عندكم نفس المشكلة. وبيسألوا بولي انت وصلت له ازاي، فحكى لهم كريشنا ان هو فضل يوري للناس صورة راية لحد لما لقى ست لابسة السلسلة بتاعتها، وسألها جايباها منين، فقالت له الست جوزي اللي جابها لي. وراح لجوزها هنا ووصل في الاخر لديف. وبيروح بولي هنا يهدد ديف انه لو ما قالش الحقيقة هيدخل المسمار ده في رجله. وبيجي كريشنا هنا وبينزل بالحديدة في رجله، وبيصرخ ساعتها ديف وبيحكي لهم ان هو مجرد سواق لعصابة اتجار البشر، وان هو ما يعرفش اي حاجة غير ان هم بيتقابلوا في اوضة اصلاح عربيات القطر. وبيروحوا الثلاثة ساعتها بالعربية للأوضة دي وبيبقى عليها هنا اف. فكريشنا ساعتها بيكسروا بايده وبيدخلوا هنا وبيلاقوا جاكيت اصفر، وبتيجي العصابة ساعتها وبيستخبوا الثلاثة. وبولي هنا مراته ساعتها بترنله وبتسأله عن رقم الفيزا علشان عايز تشتري غسالة. يخرب بيتك هو ده وقته. فبيقول لها الرقم بصوت واطي، لكن مراته ساعتها مش بتسمع، فبيتعصب وبيعلي صوته. وبيجي واحد من العصابة دي بالسكين على رقبته، وبيجي كريشنا ساعتها وبيضرب المجرم ده. والعصابة بتفكر الحكومة جات وبيجروا كلهم وبياخدوا العربيات بتاعتهم، وكريشنا ساعتها بيفضل يجري وراهم هنا، والعصابة بتبقى عايزة تخبطه وتموته. فبيرجع
وبيركب أرجون عربيته وبيجري وبيدخل في عربيته من الأول وبتهرب العصابة. وبيزعق أرجون لكريشنا وبيقول انت كنت هتموت نفسك. فبيقول انا مستعد اموت علشان رايا، وكل ده بسبب تليفون بولي. الله يحرقك انت ومراتك. وبيقترح عليهم أرجون ساعتها انه هيعمل حفلة، وبكده كل البنات المراهقين هيجوا الحفلة، واحتمال كبير العصابة تيجي كمان علشان يخطفوا بنات. فبيرن أرجون على براهيم وبيقول له يظبط على حفلة بكرة، ويبلغ خلال وسائل التواصل الاجتماعي ان في حفلة بكرة تشتغل. وبيخلص أرجون الحفلة وبيروح لبولي وكريشنا، وبولي بيقول لأرجون ان كريشنا موت واحد والتاني هرب. وبيمسك أرجون هنا في كريشنا وبيقول له بكده مش هنلاقي البنات، ايه اللي انت عملته ده، انا مش هكمل معاك. وبيسيبه ساعتها وبينزل. فبياخد ساعتها كريشنا هنا التليفون من جيب جاني القتيل ده، وبيرد على هاري ابو شعر طويل رئيس العصابة، وبيقول له كريشنا مطرح ما انت موجود هقتلك. وبيقفل معاه وبيقول هل رجالته ان جاني اتقتل ولازم يغيروا الخطة ويقسموا البنات على عربيتين وهيسافروا من سكتين مختلفين. وبيرن كريشنا على خدمة العملة بتاعت جينا وبيطلب منها تعرف له من صاحب الرقم ده، وان في واحدة زيها مخطوفة وفي خطر ولازم هو ينقذها، وان هو لو هي عملت كده مش هيعكسها التاني ابدا. وبيبقى أرجون في المستشفى مع بولي والبنت الأخيرة اللي حاولوا يخطفوها على السرير ميتة، والدكتورة هنا بتقول لهم ان هي ماتت وما قدرتش تستحمل المخدر. وبتقول لهم ساعتها ان هم لقوها مرمية في جنب هنا في الشارع، والمخدر اللي استعملوه قوي جدا وما قدرتش عليه، والمخدر ده اسمه ري سي ار. وبيرن أرجون على براهيم وبيخليه يعرف له كل الناس اللي بتبيع المخدر ده. وبتكلم جينا كريشنا وبتقول ان صاحب التليفون مكانه في كاشيتا. وبياخد كريشنا التوك توك وبيطلع على كاشيتا، وبيوصل أرجون للديرة اللي وزع المخدر وبيضربه علشان يعرف مين اللي باع المخدر ليه. وبيوصل كريشنا كاشيتا وبينزل من التوك توك ده وبيلاقي نانو ماسكه هنا فيه وبتقوله ما تسيبنيش يا أرجون، هتتجوزني دلوقتي حالا والا هموت نفسي. فبيحاول كريشنا يفهمها ان هو مش أرجون، بس هي ساعتها مش بتصدقه. وبيوصل أرجون وبيشوف العربيات وهي بتطلع هنا البنات وبيجري وراها ساعتها، وبيشوف كريشنا سوبا وهي داخله العربيه وبيضرب كريشنا الناس اللي كانت حواليه وبيجري ورا العربيه دي. وبياخد أرجون ساعتها شومه في دماغه وبتعوره، وبيبقى ساعتها هنا متكتف. وفيرو ابن النايب بيقول له حقي هاخده دلوقتي، وبيغرقه ساعتها بجركه البنزين ده ولسه هيولع فيه. بيقوم أرجون هنا وبيزقه وبيطلع يجري بسرعه، وبيجي كريشنا وبيضرب رجاله فيرو وبيقول لو خدت بالك ان كريشنا ما يهربش ابدا، بس الشبه بس اللي يثبت ان كريشنا. وبيضرب فيرو هنا ورجالته، وبعدها بيشيل كريشنا القماشه من بق أرجون. وبيقولوا ان هو لما كان بيجري ورا العربيه اللي خطفوا البنات اتشعلق في عربيه جراكن ميه، وبعدها العربيه فلتت فطلع فوق سطوح العماره وشاف مكان عربيه العصابه ونزل وراه بالموتوسيكل وحدف ازازه اللبن دي في ازاز العربيه، لكن الازاز ساعتها اتكسر. وراح كريشنا فتح باب العربيه من ورا وكان فيها سوبا وخدها وملحقش ياخد باقي البنات. وحاول ساعتها ان هو يفوق سوبا، وجه تليفون من صاحبه هنا في القريه وقال له ان فيرو جاي لك علشان يقتلك. وبيفهم كريشنا ان أرجون ممكن يكون هو اللي بيتقتل دلوقتي. وبنرجع تاني للحاضر، وسوبا بتيجي لأرجون وأرجون ساعتها بيمسك ايديها وسوبا بتحضنه وبتقوله لو انا كنت مت كنت هتعمل ايه؟ فبيقول لها ساعتها كنت ممكن اتجوز شيسي او نين، وساعتها بيهزر معاها. وكريشنا بقى بيكون واقف هنا وعمال يعيط من اللي شايفه، وأرجون ساعتها بيروح له وبيقول له احنا هنلحق ريا حبيبتك. وبتقول لهم سوبا انا سمعتهم بيقولوا هيهربوا البنات في مراكب هنا لدبي، وبيركبوا الثلاثه العربيه الحمراء دي. وسوبا بتقول لكريشنا اخر مره شفت حبيبتك امتى؟ فبيفتكر لما حضنها. وبيروحوا البحر هنا وبيلاقوا المركبه ساعتها طلعت وبيكون في يخت التاني واقف، وبيطلع أرجون مع صاحبه هنا يأجروا منه يوم يعني. فالراجل ساعتها ما بيرضاش وبيقوله دي ملكيه خاصه ليا انا. فبيعرض أرجون عليه ان هو يشتريه، والراجل ساعتها بيقوله انت مش تقدر على ثمنه، ده ثمنه 15 مليون كرو. فبيكلم أرجون براهيم وبيقوله ان هو يتصرف ويبيع كل اللي حيلته وياخد كارت كمان ويبعت له المبلغ ده خلال 5 دقايق. وبيطلعوا فعلا بالمركب دي بعد ما اشتروها ويوصلوا لمركب العصابه وبيدخلوا. وبيكون كريشنا هنا بيدور في ناحيه وأرجون وسوبا في ناحيه تانية، وبيتخبط أرجون وبيقع هنا، وهاري ورجالته بيرفعوا السلاح عليه علشان يقتلوه. لكن ساعتها بيجي كريشنا وبيدافع عنه، وهاري بيقول لكريشنا
لها انت نفس صوت الولد اللي كلمني في التليفون، انا هعمل معاك بقى صفقة، تاخد البنت بتاعتك وتمشي وسيبني امشي انا بباقي البنات. وبيطلب منه ساعتها صورتها، وبيوريه كريشنا هنا صورتها، وبيروحوا الرجاله يجيبوا ريا، وسوبا ساعتها هنا بتسندها، وبيشوفها كريشنا وهي متعوره في مناخيرها وبتصعب عليه قوي. وبيقول كريشنا لهاري ازاي البنات اهاليه بيفضلوا يدلعوهم، انت عايز تاخدهم ليه وتبيعهم كده بالسهل؟ انت انسان حيوان. انا بقى مش همشي زي ما قلت لك، وهخليك عبره لكل واحد يفكر بس يعمل اللي انت بتعمله ولا يفكر يتاجر بالبشر بعد كده. وساعتها بيقوم هنا ويضرب فيه هو ورجالته، وبيخلص عليه كلهم، وبيفضل يضرب فيه واحد ورا التاني بكل شجاعه وبكل قوه لحد ما بيجري هاري هنا منه، وبيرزع كريشنا في ساعتها في الحيطه، ولسه يدخل حديده طويله في كريشنا، فبيطلع كريشنا هنا حديده صغيره وبيدخلها بسرعه في رقبه هاري وبيموته. وبيقول له كريشنا ان دي عصايه السلف المكسوره اللي خدها من حبيبته رايا اول مره شافها. وبتيجي الحكومه هنا وبيفتحوا الصندوق، وبيبقى ساعتها مليان بنات، وطبعا كلهم بيرجعوا لاهاليهم. وبعد شهر كريشنا بيتجوز رايا، وبيجيله هنا ارجون، وسوبا وارجون بيديه تذكره هنا طيران، وبيقول انا حجزت لك معايا انت ومراتك، هتسافروا معانا اوروبا وهتشتغل معايا كمان يا اجدع راجل في الدنيا. وبكده الحبايب كلهم بيكونوا اتجمعوا وعاشوا مع بعض كمان في سعاده. ولحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وترخيصي ما تنسوش اللايك، لو لسه ما اشتركتش عندي في القناه اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واللي جاي احلى واحلى. سلام.